لو عندك شخص بيتكلم أوقات صوته بيكون عالي خالص في أجزاء وأجزاء تانية بيكون فيها صوته واطي خالص، ولو برضه عندك موسيقى فيها أجزاء عالية قوي وأجزاء تانية بتبقى واطية قوي. طيب في حالة زي كده تظبط الاختلاف في الصوت ده إزاي؟ بطريقة تكون سهلة وطريقة احترافية. تعالى هعرفك ده إزاي. كل اللي عليك دلوقتي إنك هتفتح الورك سبيس الخاصة بالأوديو. بمجرد ما هتفتح معاك كده هيجيب لك إن أنت تختار هل دي ميوزك ولا دي دايلوج ولا دي إيه. لو الشخص بيتكلم فأنا هختار دايلوج، لكن دي ميوزك فأنا هختار إن هي ميوزك. تعالوا نسمع كده قبل ما نظبط مع بعض ونشوف إيه اللي حاصل في الميوزك دي. طبعا زي ما انتوا سمعتوا عندي أجزاء واطية قوي وأجزاء تانية عالية لدرجة الديستورشن. طيب هعمل إيه؟ هاجي من لودنس من هنا وبعد كده هضغط على أوتو ماتش. في لحظة لقيت الموضوع اتغير وحتى ظهر على الويب بتاعي. طيب تعالوا نرجع بقى للورك سبيس العادية بتاعتنا، وخلينا مثلا نجرب إننا نجيب الأوديو مرة تانية أهو، وهنشوف أو هنلاحظ الفرق ما بين ده قبل ما أظبط وده بعد. تعالوا نسمع ونشوف إزاي ده اتظبط. وزي ما انت سمعت كده حافظ لي على الأجزاء العالية وكمان حافظ لي على الأجزاء الواطية، لكن كل اللي عمله خلى الاختلاف أو الفرق في الصوت يكون بشكل متفاوت ومتناسق. ولو عجبتك التركاية دي فما تنساش تضغط على اللينك الموجود أسفل الفيديو، هيوصلك لتركات تانية كتير. ولو مش عامل سبسكرايب فما تنساش تعمله.